اليوم يا جماعة حذروا مين إجا علينا. تيتا إجت علينا. يعطيك العافية يا تيتا. كيف حالكم؟ الحمد لله، كثير مشتاقين لك. اشتقت لك العافية. تيتا إجت من خان يونس. كيف حالك؟ الحمد لله. كيفك؟ شو أخبارك؟ عرفت إنك عيانة جيت أزورك. الله يا ليان، شو هاي؟ يا جماعة ليان إلها فترة تعبانة وطلع لها مش عارف شو هذا اللي في وجهها، أعتقد فيروس، فتيتا إجت تزورها من خان يونس. دائما كنت أصور لكم أنا رايحة على تيتا، بس هلا هاي المرة تيتا إجت علينا وجابت لليان هدية. صح يا ليان؟ يسلموا يا تيتا. ليك يا تيتا. هلا تعالوا صوروا. هاينا جايين نصور لكم الهدية. يلا يا ليان. شو هاد؟ ياي دبدوب. استنى هتفتح لك اياها عشان ما تخربيها. دبدوبة، تستني نفتحها نشوف. فرحانة يا ليان؟ الحمد لله على السلامة. ليان إلها يمكن أسبوع معها سخونة وكانوا في وجهها كتير منتشر مثل ما انتم شايفين، بس الحمد لله ليان هلأ صارت أحسن الحمد لله. سلح يا دبدوب لونه أبيض يا جماعة. أشوف؟ طب شو بقى جوا السلة؟ نسكافيه عجبتك؟ والله كتير كان نفسي فيها. يسلموا يا تيتا. تيتا جابت نسكافيه، هذا واحد إلي واحد إلك، صح يا ليان؟ هاي واحد إلي واحد إلك. كتير عن جد حلوة وهيك مكتوب عليها I love you. معقول بنشال؟ لا ملزق. كتير حلوة عن جد. وليان لابسة أحمر، طلع صدفة ليان من الصدفة. وكمان سيارة. يلا حلو، مع انه ما في العاب في البلد. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ورجعنا لكم فيديو جديد. طبعا قبل ما نبلش بالفيديو حابة اشكركم كتير على تفاعلكم على القناة. وطبعا انا وحلا بنتي اشتغلنا على هاي القناة نقدر نحقق شروط الساعات، وبتمنى منكم تضلكم متفاعلين على القناة وتحضروا الفيديوهات للآخر، واللي مش عامل اشتراك هلأ ينزل يعمل اشتراك. طبعا احنا عندنا صعوبة برفع الفيديوهات، ويعني بنقعد يمكن 4 أيام لما نقعد نرفع لكم فيديو. تشوفوا المعاناة اللي بنعانيها. وهلأ خلينا نشوف شو راح نعمل اليوم. طبعا زي ما انتم شايفين اليوم حنعمل معنا نعمل هالأكلة هاي، احنا بنسميها زبدية تونة. طبعا احنا ما عندنا فخار اللي هم الزبادي هدول الفخار. حنعملها بصينية، وخليكم معنا ونشوف شو حيصير معنا. طبعا هدول الأغراض انتوا عارفين احنا ما عندنا اشي بالسوق نهائي. اذا لقيتيه متوفر حتلاقيه بسعر نار. هاي سعر هالأغراض يمكن $40. انتوا شايفينها اشي بسيط، بس تكلفتها عالية. الأسعار عندنا نار خيالية، فحبينا نعمل هاي الأكلة. خليكم معانا لتشوفوا طريقة الزبدية. هلا حنقطع البصل، حنقطعه مكعبات صغيرة. وهاي الأكلة بتنعمل بالجمبري، وفي بعض دول بتسميه الروبيان. هي مش موجود الجمبري، ولو كان موجود سعره يمكن الكيلو $100. فاحنا استبدلناه وعملناه بالتونة. شايفين هاي التونة اشتغلنا فيها شغل في الحرب ما شاء الله، يعني عملنا كذا أكل منها. مرة عملنا صيادية التونة، بنسلفحها على بصل لحال، بناكلها هيك. يعني كذا شغلة. التونة نفعتنا بالحرب، يعني بديل كل اشي بنعمل فيها أكلات كتير زاكية. الحمد لله، ربنا يديمها من نعمة يا رب، يحفظها من زوال. وللي حابب يدعمنا أو نعمل مبادرات، روابطنا في صندوق الوصف، ورقم الواتس موجود كمان في صندوق الوصف. في أخت عزيزة على قلبي، هي وأهلها طبعا ما سابوني في الفترة هاي نهائي، وبتشكرهم كتير لوقفتهم معنا. طبعا هم من الجزائر، سواء الدعم المادي أو المعنوي. وطبعا هي واقفة معاي في القناة هاي، وكتير شجعتني أني أضلني مستمرة، وبتشكرها كتير والله إنها عن جد عزيزة
وغالية والله. بتمنى تدعوا لها دعوة حلوة، وبارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. وكلكم والله مثل خواتي، يعني كلكم في القناة مثل خواتي، بس الأمانة ما تركتني من أول الوضع اللي احنا فيه. ويلا معانا نروح نطبق الأكلة. هلا نحط البصل، نتركه شوي قعدنا يتحمر البصلة. هيل وورق غار بنحطهم، وفلفل اسود. وبعد هيك بنحط الثوم والعين جرادة اللي هي الشبت، وفلفل اخضر والبقدونس وريحان. اليوم اللي بتساعدني ليان، طباخة الصغيرة. بتعرفي تطبخي يا ليان؟ شو بتعرفي تطبخي؟ طلعي هون على الكاميرا، سلمى على المتابعين. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. وهيك بعد ما دبلت البصلة نحط فوقيها البندورة. روح الأكلة هاي إبهار السمك والكمون. هنا كمون، هلا إبهار السمك. وهلا بنحط شوية مي، وبعدها بدنا نحط معلقتين صلصة خليهم يتسبكوا مع بعض. بدي أضيف عليها كمان معلقتين صلصة. وهلأ بنصفي علب التونة من الزيت، ما بدنا اياه زيت. بعد ما تسبكت حطينا التونة فوقها، حطينا التونة هلا بنتركها 5 دقايق وبعدين بنطفي عليها. إذا كان موجود مكسرات فستق وسمسم بنحطها على الوجه. طبعا مش موجود سمسم، لفينا كل السوق ما لقيناش سمسم، حناكلها هيك. وفيكم كمان تحملوها، حطها بالزبادي الفخار ونحطها بالفرن. طبعا هلا احنا لا عندنا الزبادي الفخارة ولا حنحطها بالفرن، طبعا حناكلها زي هيك. احنا اول مرة نعملها بالتونة، احنا بنعملها كنا زمان بالجمبري او الروبيان اللي بتسموه ببلدكم روبيان، في بعض دول بسموه روبيان. فهذا احنا عملنا بالتونة، بس عن جد الريحة طيبة كتير، كتير طيبة. يا جماعة، وأنا ما عم بتسمعتي الريحة وصلت لي لهناك، يما طيبة كتير. وهيك خلصت أكلتنا لليوم، وبتمنى تجربوها. استلمنا من المخيم ربطة خبز، انتوا عارفين ما في طحين،
واحنا هلا بمجاعة اصلا وما في طحين، وهلا سلمونا ربطة خبز. الحمد لله على كل حال، والله يجزيهم كل خير يا رب لكل متبرع. وهلا يا جماعة خلصنا غدا، الحمد لله كانت كتير طيبة الزبدية. يا جماعة حابة أقولكم على إشي كتير مهم. اللي ما بيكمل الفيديوهات بتمنى منه يكمل الفيديوهات للآخر. وانتوا إذا حابين تدعمونا يا جماعة ادعمونا بإنكم تحضروا الفيديو للآخر، لأنه إحنا بدنا نفعل الشروط. وإذا وصلنا لنهاية سنة 2024 رح يرجع عد الساعات من أول وجديد، يعني كل الساعات اللي إحنا تعبنا معاكم عليها رح تروح. وبتمنى منكم إنكم تشوفوا الفيديوهات للآخر، ما تقدموا الفيديو. وأنا يا جماعة عملت قائمة تشغيل، راح تروحوا على قائمة التشغيل وتعيدوا الفيديوهات في ساعة النوم أو في وقت الفراغ، إنه راح تحطوا الجوال ويعيد لحاله عشان نقدر نفعل الساعات قبل ما تنتهي 2024. فبتمنى منكم إذا بتحبونا إنكم تساعدونا في هذا الإشي. اللي ما بيقدر يساعدنا ماديا بيقدر يساعدنا بدعم القناة. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، وأهم إشي الاشتراك، لأنه في ناس بتشاهد الفيديو وبتنسى تحط اشتراك. فبتمنى تحطوا الاشتراك، ما بياخد منكم ثانية. ورابط التواصل والدعم في صندوق الوصف. سلام، بحبكم كتير.